خلوني أتابع باقي الأخبار اللي معايا في الصحافة المصرية مع الصديق العزيز الأستاذ محمد منير صحفي الكبير. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ يا مرحبا، ألف سلام عليك يا أستاذ محمد. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. شفاك الله وعافاك وطمنا على صحتك. الحمد لله أحسن كتير الحمد لله. ألف سلامة يا أستاذ محمد. أنا طبعا عارف إن الأوضاع الحالية حتى في مصر يعني مش بس الواحد يعتل صحيا ويعتل نفسيا، وأنت من دائما عايدناك في الشخصيات الصحفية والوطنية اللي بتتأثر دايما بالواقع الحالي. يا ترى نقدر نفسر ازاي المشهد اللي عندي دلوقتي يا استاذ محمد في مصر عموما، يعني مشهدية عامة يعني؟ أولا طبعا يعني في اتفاق جمعي على حالة الحزن السائدة واللي بدأت تتكرر في الفترات الأخيرة على الشهداء من شباب مصر اللي بيروحوا في أرض سيناء في معركة هم ما هماش طرف فيها إطلاقا. نعم. هم جنود مصر، هم بيدافعوا عن أرض مصر، لكن مش معنى كده انهم يقحموا في معارك لاغراض ليست لها علاقه بمصلحه الوطن. طبعا حاله حزن سائده، وفي حاله برضه غضب في الوقت نفسه لتكرار مثل هذه الحوادث، وان يبقى ارواح الشباب دول ثمن لمطامع وصراعات على الحكم. صحيح. طب استاذ محمد، انا معايا خبر في الشروق الحقيقه، يعني بيقول ان وكيل لجنه حقوق الانسان خد بال سعادتك الصفه بتاعته يعني بالبرلمان المصري بيقترح اخلاء الشيخ زويد ورفح مؤقتا، اخلاءها تماما. لماذا؟ للقضاء على الارهاب. ده سعادتك وكيل لجنه حقوق الانسان بيطالب بتهجير واخلاء رفح وسيناء من اهلها عشان بس نضل الارهاب. كيف تقرا هذا الخبر؟ لا شوف يا استاذ احمد، موضوع اخلاء سيناء ده بهدف يعني او المعلن عنه ان هو هدف المقصود به تامين المنطقه ومواجهه الارهاب. اذا صدق هذا الهدف فهو نستطيع ان نقول عليه التعبير قول الحق ربي باطل. نعم. لان الموضوع كله على بعضه شكله كده وريحته وحشه، وكما قال احد الزملاء اليساريين المحللين يعني قال ان تسليم جزيره تيران والصنافير للقبضه السعوديه الصهيونيه لتدوير خليج العقبه وتوسيع كامب ديفيد. نعم. الخطوه الثانيه اللي هم هيبقوا محتاجينها اللي هو تفريغ المنطقه دي في سيناء من السكان. صحيح. وتهجير اهل العريش ورفح والشيخ زويد خارج المنطقه بحجه مكافحه الارهاب. لان بدون تفريغ هذه المنطقه لن تكون هناك صفقه للقرن. نعم. يبقى هنا خلف كل اشياء تختفي اشياء كريهه وروائح عفنه. يعني الهدف هو سلخ سيناء عن مصر خطوه خطوه. كل نعم. ده في اطار الصراع العربي الصهيوني وكامب ديفيد. صحيح. استاذ محمد، بس هو الجديد في هذا الخبر ان مطلق هذا التصريح هو وكيل لجنه حقوق الانسان، وايضا الادهى والامر ان في نائب سيناوي بيعترض على ذلك ويرفض ذلك، فرد عليه وكيل لجنه الامن القومي قال له كل الخيارات مفتوحه، ما فيش عندنا خيار الا ومفتوح، يعني موجود ممكن جدا نخليها. يعني انا بس عايز اقول لماذا اصبح النهارده للنظام اذرع بهذا الشكل داخل حتى المؤسسه التشريعيه الرقابيه؟ لا شوف، هو مجلس الشعب انت ما انت عارف يعني مجلس الشعب اساسا كله على بعضه مزبله يعني تم اختيارها وتم توجيهها بعنايه لتمرير كل سياسات النظام في الاتجاه دوت. يعني تتسمى بقى حقوق انسان، تتسمى حقوق حيوان، تتسمى زي ما تتسمى، ما هي لاسماء سميتموها. نعم. يعني ما هماش دول ما بيعبروش عن حاجه خالص في الموضوع. طيب استاذ محمد، ايضا كان معايا شويه كنت بعلق على حوار وزير التعليم على الاخبار اللي بيقول فيه ان المنظومه التعليميه عندنا منظومه مهطرئه ومنظومه قديمه ومنظومه وحشه جدا. ايضا معايا تصريح اكثر لذاذه لوزير الصحه. وزير الصحه بيبعت لرئاسه الجمهوريه نواقص الادويه،
هو في الحقيقه يعني وزير الصحه في حكومه شريف اسماعيل هو ايه مهمته يعني؟ هو دلوقتي الوزراء مهمتهم تصريحات او يبعتوا مراسله للجهات، ولا المفروض ان هو القيم اللي بيقود الميزانيه بتاعت الوزاره ويصرف هذه الميزانيه وفق ما يراه الواقع والمآل المطلوب؟ يعني ازاي نقرا تحول الوزراء الى ان هم يا اما يرفعوا لنا مطالبهم او للصحافه او يرفعوها للرئاسه؟ طب شوف، هو انا هفرق بين موقفين بتاع وزير التعليم ووزير الصحه. انا وزير التعليم ده هذا التصريح تصريح ثابت لكل وزراء التعليم منذ عشرات السنين. هو بيجي يأمن نفسه، انا جاي امسك منظومه فاسده، منظومه مختله، ثم يخرج وهي مختله ايضا من النظام من الوزاره، وياتي وزير بعده يعلن انه في منظومه مختله. وحقيقه الامر هو ما فيش استراتيجيه واضحه وسياسه واضحه لتطوير منظومه التعليم في مصر، لان الموضوع بيبقى مرتبط بنظام متسق ومتزن ونظام حاكم وطني، ولم تشهد مصر نظام الحاكم الوطنيا منذ فتره طويله. لكن ده بالنسبه لوزير الصحه. شوف بقى صح، انا هقول لك راي غريب بالنسبه لك شويه. انا لو مكانه هعمل كده. انا لو مكانه، لان الدواء سلعه استراتيجيه شديده الخطوره، والدواء متاثر تماما، ليس خرج من ايد سياسه قدره وزير الصحه على التحكم فيه، لانه متاثر بالسياسات الاقتصاديه في البلد وانهيار العمله، ومتاثر بكل الفساد اللي موجود في البلد والانهيار الاقتصادي. فعلى وزير الصحه ان يحيل الامر له خطورته فعلا، لان ده خطر كده للرئاسه اللي تسببت في هذه المشكله، وعليها انها تحل هذا الموضوع. الموضوع فعلا مش في ايد وزير الصحه. لو جبت 20 وزير صحه مش هيقدر يحل في ظل السياسات الاقتصاديه اللي موجوده. يعني ممكن نامل ان الحل يكون في الرئاسه او في راس النظام. لا، هو مش هو مش بيبعته عشان يحلوا، هو بيشيل عن كتفه. انتوا اللي عملتوا المصيبه شيلوها. هو يحل مين؟ هو عارف كويس جدا الرئاسه دي مش هتحل ولا هتعمل. انما طبعا في خطوره شديده جدا، لان فعلا هناك ادويه لامراض خطيره في مصر ومنتج مصري ناقصه نظرا لنقص المواد الخام، لان انت عارف ان احنا بنعتمد في صناعه الدواء، معظم كل صناعه الدواء عندنا في مصر على المواد الخام من بره، ما عندناش احنا صحيح مواد خام. طيب استاذ محمد، عندنا ازمه شديده جدا في صناعه الدواء يعني.